علاش حيدت السوشيال ميديا وعلاش رجعت ليها؟ السلام عليكم. كاي واحد كيستعمل السوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، تيك توك، ندخل لهم حيت الناس الاخرين داخلين ليهم، حيت الناس الاخرين كيستعملوهم كل نهار، فكتدخل كتبغي تكتشف شنو اللي واقع. وصراحه كنا ما كانوش الناس الاخرين كيستعملوا هاد لي بلاتفورم هادو، شخصيا ما كنتش ندخل لهم من النهار الاول. السوشيال ميديا بالنسبه لي كانت هي ديك النافذه اللي كنشوف فيها شنو اللي واقع في العالم، وفي نفس الوقت كنشوف شنو صحابي كيبوستيو، وحتى انا كنبوستي حيت هما بطبيعه الحال كيبوستيو. مع الوقت تحولت السوشيال ميديا من واحد البلاصه اللي غنطلع فيها على الاخبار ديال العالم لواحد البلاصه اللي كندوز فيها بزاف ديال الوقت بلا ما نحس. ان بعض المرات نقدر نكون جالس انا وشي واحد ولا فشي جلسه عائليه وبلا ما نحس غنلقى راسي هزيت التليفون، دخلت الانستغرام بطريقه لا شعوريه وبديت كنسكرول. وهذا السكرولين هذا كيتسمى المايندليس سكرولين، بمعنى كتبقى تقلب في انستغرام ولا كتقلب في فيسبوك ولا تيك توك وانت ما عارفش راسك اصلا علاش دخلتي ديك لابليكاسيون وعلاش حليتيها اصلا. وهذه المشكله هذه شنو كتخليك انك تخليك دوز بزاف ديال الوقت في واحد المساله اللي انت ما كتستافد منها والو، في الاخر ما دخلش من اجل واحد الغرض معين بحال مثلا جوجل ولا اليوتيوب غتدخل وغتقلب على واحد المعلومه معينه. لا، انت هي داخل حيت ولفتي غتهز التليفون، اول حاجه غدير غتكليكي على انستغرام ولا تيك توك ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا شي حاجه. وهنا فين كيولي واحد المشكل ديال انه واخا كندوز وقت طويل في هاد لي زابليكاسيون هادو، واخا ندوز كنسكرولي ساعه ساعتين، ملي كنحط داك التليفون بالعكس ما كنحسش براسي استفدت، ولكن كنحس باللي الانرجي ديالتي مشات. ومين كتمشي ليا الانرجي ديالي يعني كنلقى راسي ما قادرش نركز، ما قادر نبدا حتى شي حاجه اللي قلت راسي غير خصني نبداها، شي بروجي، شي حاجه كنت كنأجلها اتتا. وبطبيعه الحال حيت كل 5 دقائق اسهل حاجه يقدر يديرها دماغي هو يهز التليفون ويدخل لهاد لي زابليكاسيون هاد السوشيال ميديا. المشكل اللي وقع هو انه ما بقيتش نلقى الوقت نقرا كتوبه، نتفرج دي فورماسيون، نخرج على برا اتتا. الحمد لله اللي اكتشفت هاد المشكل هذا بكري، وكانوا عندي اصدقاء ديالي والناس في العائله ديالي اللي قال لي عبد الرحمن راه عندك مشكل كبير مع السوشيال ميديا. وهنا تكونت واحد العلاقه ديال الحب والكراهيه في نفس الوقت. علاش الحب؟ حيت كنتبع بزاف ديال الناس اللي كنقدرهم وكنحترمهم، كنستافد منهم في السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت عندي واحد الكوميونيتي ديالي كنبارطاجي معاهم بزاف ديال الحوايج اللي انا دوزتهم في حياتي. كراهيه علاش؟ حيت لقيت باللي هذا الجانب هذا تقل على هذا الجانب هذا، وباللي هذا الجانب هذا ولا ما افيكتي لي حياتي بواحد الطريقه كبيره. جوج المرات النهار اللي بديت الانستغرام ديالي، جوج المرات اللي سوبريميت فيه لابليكاسيون، وبالعكس سوبريميت حتى لي بوست ديالي اللي كنت كنديرو، يعني كاع داكشي اللي بوستيت من النهار الاول حتى لدابا سوبريميتو ولا ارشيفيتو. علاش؟ حيت لقيت راسي داير واحد الكونيكسيون كبيره، واحد ليدونتيتي كبيره ديالتي انا مع هذوك لي بوست، بحال هذوك لي بوست كيمثلوني. هو في الاصل داكشي راه ما ساوي حتى شي حاجه، وحتى شي واحد ما كيبقى عاقل على شنو بوستيتي وشنو ما بوستيتيش، وحتى شي واحد ما عطيك انت الاهميه اللي كتظن انت عاطيها لراسك. وتما فين فهمت وفي نفس الوقت قررت 3 سنين هذه تقريبا انه نحبس السوشيال ميديا، ولا على الاقل نبدا نستعملها بواحد الطريقه اللي مقننه، بمعنى نقدر ندخل مره واحده في السيمانه ولا 2 المرات في الشهر، ومين كندخل كنبوستي شي حاجه خصني نبوستيها، نشوف الابديتس ديال الناس اللي متبعوهم، وفي نفس الوقت اون فوا نكمل غنخرج وغادي نسوبريمي لابليكاسيون ونعاود ندخلها باش نرجع هذيك الاكشن ديالي اللي ندخل ليها كل مره صعيبه بزاف. داكشي علاش بزاف ديال الناس صحابي كيسولوني واش شفتي ستوري بارطاجيتها البارح، كنقول لهم اسمح لي ما شفتهاش. وهذه كانت الطريقه الوحيده باش نقدر نرجع حياتي كيف ما كانت خصها تكون، وفي نفس الوقت نرجع التركيز ديالي كيف ما كان، ونخدم على راسي ونوفر راسي واحد الوقت اللي نقدر نحطو في بزاف ديال الحوايج اللي غادي يفيدوني. الخلاصه اللي غنقول في هذه النقطه هذه باش ندوز للموضوع الاخر اللي هو علاش رجعت، الخلاصه هي اهم عمله كاينه دابا وغتكون في المستقبل هي العمله ديال التركيز. وجميع الشركات في العالم، لا فيسبوك لا انستغرام لا يوتيوب لا تيك توك، كيخلصوا الملايير ديال الدولارات باش يضربوا على ديك 3 ثواني ولا 5 ثواني اللي غتعطيه من الاتنشن ديالك. كلشي اللي داير بك دابا كيحاول ياخذ الاتنشن ديالك باي طريقه من الطرق، وهذه المساله هذه هي اللي كتخليك مشتت في التركيز ديالك، هي اللي كتدمر لك حياتك، هي اللي كتخلي انه ديما كتقول ما عنديش الوقت باش ندير الرياضه، ما عنديش الوقت باش نتلاقى مع الناس اللي نبغي نستافد منهم ولا نحضر لي زيفينمون نيتوركي، نقرا كتوبه، ندير دي فورماسيون جداد اتسيتيرا. فالعمله اللي دابا شحال من واحد غافل عليها ماشي واش عندك الذكاء ولا عندك واحد الدبلوم معين ولا عندك الفلوس، العمله هي التركيز. حيت الا ما كانش عندك التركيز اصلا ما تقدرش تاخذ داك الدبلوم، اصلا ما تقدرش تبدا واحد البروجي وتكملو حتى للاخر، اصلا ما تقدرش تخدم واحد الخدمه وتبقى غادي وكتبروموتي فيها حتى تربح منها بزاف ديال الفلوس، ما تقدر دير حتى شي حاجه. اهم حاجه هو داك الصفاء اللي كيكون عندك في الذهن ديالك والتركيز. وهاد لي زابليكاسيون اللي دايرين بينا كاملين كيمنعونا من انه نركزوا. دابا اجي نجاوب على السؤال ديال علاش رجعت. اليوم قررت نرجع للسوشيال ميديا، انستغرام ويوتيوب بالضبط، ماشي كمستهلك ولكن كواحد الانسان عنده واحد التجربه متواضعه في 30 عام اللي عاش واللي بغى يبارطاجيها مع الناس. وصراحه كنت كنتهرب من هاد الديسيزيون نهار مورا نهار، وديما الناس اللي دارين بيا كيقول لي عبد الرحمن خصك ترجع، عبد الرحمن خصك ترجع، حيت كانت عندي واحد السلسله اللي كنت دايرها اللي كنت كنبارطاجي فيها بزاف ديال المعلومات اللي زوينين، وكنت كندير واحد المجهود كبير باش نبحث على دوك المعلومات ونبارطاجيهم مع الناس. اي حاجه قريتها سواء في كتاب ولا حضرت شي فورماسيون كنت كنجي وكنبارطاجيها. وصراحه كنحس بلي عندي واحد المسؤوليه كبيره انه عندي واحد الكم ديال لي زانفورماسيون في واحد المجالات اللي تخصصت فيهم واللي قريت عليهم، سواء قريت على برا داكشي
اللي استفدت من التجربه ديالتي لا في الباشلور ديالي لا في الماستر، سواء المنح اللي استفدت منهم، سواء الكتب اللي قريت ولا لي فورماسيون اللي حضرت لهم في المغرب وخارج المغرب، كنحس بلي عندي واحد المسؤوليه كبيره باش هذا نوصلوا للناس وما يبقاش عندي. وصراحه بزاف ديال الناس كيلوموني على هذه القضيه هذه، منهم السيد هذا اللي كيصورني دابا. وفي نفس الوقت اخر لقاء كان عندي مع الاستاذ عزيز نوفل المقاول، وقال لي عبد الرحمن كنتي في سيليكون فالي، مشيتي لهوليوود، حضرتي دي فورماسيون مع توني روبينز، درتي هذه، علاش هادشي ما كتبارطاجيش؟ قلت له راه ما كنلقاش الوقت، وفي نفس الوقت كنتخوف من انني نستعمل هاد لي زابليكاسيون حتى عرفتهم كياخذوا لي بزاف ديال الوقت وما كيفيدونيش. ولكن اليوم جا الوقت باش نقرر هذا القرار اللي صعيب صراحه، حيت غيخليني نفورسي على راسي انه نستعمل لي زابليكاسيون هادو، وفي نفس الوقت نبالونسي ما بين انني نكري هذا المحتوى هذا وما بين الخدمه ديالتي والالتزامات الشخصيه ديالي. فتسناو ان شاء الله واحد الكونتوني اللي ان شاء الله يكون مفيد. غنحاول ما امكن نبوستي بواحد الطريقه، ما عرفتش واش مره في السيمانه، جوج مرات في السيمانه، مره في الشهر، يعني غنحاول ما امكن ناخذ هذا الامر هذا بجديه، حيت فريمون عارفنا باللي بزاف ديال الناس كيستافدوا من هادشي اللي غنقول. وكنتمنى توجهوني الا بنت لكم باللي كاينين مواضيع اللي نقدر نهضر فيها ولا شي حوايج اللي نقدر نفيدكم بهم، شي حوايج من خلال التجربه ديالي الشخصيه. حيت بزاف ديال الامور كيبانوا لي انا دوزتهم عادي جدا، ولكن كنتلاقى مع ناس اخرين كيقول لي لا عبد الرحمن داكشي دوزتي ماشي عادي، بارطاجيه مع بزاف ديال الناس. ان شاء الله كنتمنى الله سبحانه وتعالى انه يقدرني على انه نبارطاجي هادشي كامل اللي معكم. وحاجه الاخرى اللي بغيت نقول هو هاد لاشين هادي ما يكونش فيها اشهارات، بمعنى انا مانع الاشهارات من اليوتيوب، ولكن البوليسي الجديده ديال اليوتيوب ديال واخا تمنع انت الاشهارات ما يطلعوش، حيت انا ما باغيش نربح من هاد لاشين هادي. شنو اللي غيوقع؟ يوتيوب كتفرضهم عليك ضروري يطلعوا عندك، فلا طلع عندكم شي اشهار في هاد لاشين هادي من غير شي حاجه اللي انا اللي هضرت عليها ولا شي بروموشن انا اختاريت نديرها، فعرف بلي ماشي انا اللي طلقت داك الاشهار وبلي انا ما كنربح حتى شي حاجه من هاد لاشين ديال اليوتيوب. بارك الله عليكم وشكرا حيت تفرجتوا في هاد الفيديو هادي حتى الاخر. السلام عليكم.